رمضان. وكعادتها كل سنة تنظم جمعية الباص التنمية الاجتماعية والثقافية بسلام المهرجان الوطني التراثي للحضرة النسوية السنوية. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في هذا المهرجان السنوي الخاص بالحضرة النسوية السنوية، والذي سبق لنا في مهرجانات سابقة أن عرفنا بأصوله وتاريخه، ولكن يبقى من واجبنا كلما حلت هذه المناسبة أن نستحضر رائدات هذا الموروث الثقافي الأصيل الذي ترسخ بفضل مجموعة من الشريفات العلويات على رأسهم جدتنا المرحومة الهاشمية العلوية، والتي ساهمت في إدخال هذا الفن من مدينة سجل ماسة بجميع أصوله، لا من ناحية المقامات والأوزان بشكل راقي وجميل، حتى أصبحت جل البيوت السنوية لا تخلو من هذه الأذكار الربانية الوجدانية. واليوم وقد سبقوني البراعم الصغار في كلمة عشنا وصلات من هذه الأذكار مع مجموعة من رائدات هذا الفن الذي أصبح حاضرا في جميع المهرجانات والملتقيات الوطنية، بل حتى الشباب أصبحوا يهتمون بهذا الفن ويتشبعون بأساليبه وقواعده، حتى صارت الحضرة اليوم كما رأينا تقدم بطريقة شبابية لم تغير جوهرها ولا أصولها. وهذا كان من بين المفاجآت التي حضرتها الجمعية في هذا المهرجان مع شباب نادي جمعية جوجمار. وهنا لابد أن أنوه بالمجهودات القيمة التي يقوم بها الأخ رشيد العلوي وتفانيه في الحفاظ على الموروث إسوة وتكريما بجدته المرحومة، وعن طريق إحداث هذه المدرسة التي سماها على اسمها. كما لا تفوتني هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان لكل الرائدات والفرق المحلية، كل واحدة بصفتها وباسمها، وأخص بالذكر هنا النساء الحاضرات معنا: قيدومة الحضرة النسوية، الحاجة لالة جمهور العلوية، الحاجة سعيدة العلوية، الحاجة زبيدة، الحاجة سعاد الغريفي، وكل منهن ستكون له كلمات في الموضوع. وأخيرا ونحن نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان، لا يسعني إلا أن أقول: ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا واحشرنا في زمرة خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رشيد العلوي رئيس جمعيه جمهوريه التنميه الاجتماعيه والثقافيه بساله. حنا كعادتنا تنظموا هذا المهرجان سنويا، وهذا العام عندنا الدوره الثامنه عشر اللي من خلاله غنبينوا لكم واحد المجموعه صغيره سميناها مدرسه لاله الهاشميه للحضره النسويه السلويه، بناء على لان هي المؤسسه الاولى واللي جابت لنا التراث وهذا الموروث الثقافي من سجل المساء التفيلات. ان شاء الله تشوفوا واحد العروض جميله للحضره النسويه السلويه، وترحبوا بكم وشكرا على التواصل ديالكم مع هذا الاعلام وبالخصوص جريده استثمار. أمل العاطفي عضو بمكتب جمعية جمهورية التنمية الاجتماعية والثقافية بسالة تحت رئاسة السيد رشيد العلوي المحمدي. مرحبا بكم عندنا في المهرجان ديال الحضرة النسوية السلوية في الدورة ديالو 18 اللي غادي يمتد إن شاء الله على مدار 3 أيام، يعني 21 22 23. كيف ما قلت لك غادي يكون في الحضرة السلوية النسوية يعني كل ما هو ذكر رباني، فاحنا كنحاولوا نحافظوا على هذا الموروث الثقافي. اليوم غنكون مشاركة، غتكون مشاركة ديال واحد المدرسة اللي حاولنا نحيوها حنا كجمعية، مدرسة لاله الهاشمية العلوي التراث الحضره النسويه. فلاله الهاشميه هي اول النساء اللي جابوا لنا الحضره لمدينه سلا، فحنايا سعداء وهذا فخر لنا. كيف ما شفتي كاين حضور مكثف وتفاعل كبير الحمد لله، وغادي يكون مشاركه ديال فرق كبيره اللي كتحاول تحافظ على هذا الموروث هذا. فمرحبا بكم ورمضان مبارك سعيد.